بعد ما فصصنا السامسونج A17 وشفنا قوته، جه الدور على الأخ الكبير اللي جاي من المستقبل، السامسونج A17 5G. الموبايل ده مش مجرد اسم زيادة، بس هل التغيير يستاهل فعلا ولا سامسونج بتبيع لنا الكلام؟ لو فاتك فيديو النسخة العادية، اللينك تحت في الوصف. أنا الماستر مايند، وركز معايا عشان الكلام اللي جاي بفلوس. أول ما تمسك الموبايل هتحس كعادة سامسونج المعتادة، الموبايل بيجي بنحافة 7.5 ملم، ودي حاجة طبيعية زي ما اتحودنا. بس للأمانة الوزن 192 جرام، يعني هتحس إنه محمل في إيدك سنة زيادة. ومعانا طبعا مقاومة رذاذ الماء IP54، يعني لو شوية مطر خفاف لمسوه الدنيا إيزي معاك. نيجي بقى للشاشة، احنا قدام سوبر أموليد، وهنا سامسونج بتثبت إنها ملكة الألوان، تفاصيل حية، تشبع خرافي، ومعاها تردد 90 هرتز للسلاسة. لكن التصميم لسه ناتش قديم، والسطوع آخره 800 شمعة، يعني هتاخد ألوان تبهرك وانت بتتفرج على فيديوهات في البيت، بس في الشارع تحت الشمس المعاناة هتبدأ. ومعاك تطور على الهادي مع معالج أكزينوس 1330 الداعم لل 5G. وعشان أكون صريح معاك، لو قارنته بالA 17 العادي هتلاقي التطور بسيط جدا، ما يكادش يتلاحظ في الاستخدام اليومي. هو بس ضاف لك ال 5G، لكن كسرعة فتح تطبيقات مفيش النقلة اللي تخليك تتخض. تحسن بسيط عشان استقرار السيستم مش أكتر. هنا بقى اللعبة الحلوة، الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل ومعاها OIS أو مثبت بصري. صور سامسونج هنا في حتة تانية، معالجة الألوان ذكية والدايناميك رينج ممتاز، والصور بتطلع منورة وتفاصيلها واضحة جدا. ومعاها كاميرا زاوية واسعة 5 ميجا، وماكرو 2 ميجا للسناب شات والحركات، والسيلفي 13 ميجا بكسل بيطلع صور رايقة جدا. لكن في الفيديو ركز معايا، انت اخرك 1080p مع 30 فريم، يعني رغم حلاوة الصور مفيش تصوير 4K هنا يا وحوش، خليك فاكر. بالنسبة للصوت فهو مونو أو أحاجي، صوته عالي ونقي، بس كنت أتمنى يكون ستيريو. الميزة اللي تحسب لسامسونج هنا هي وجود ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، عشان مكالماتك تبقى واضحة حتى لو انت في وسط الزحمة. البطارية 5000 ملي أمبير بتسد معاك اليوم كله برنس. بس الصدمة في سرعة الشحن ال 25 واط، في الوقت اللي الدنيا كلها بتطير سامسونج لسه محبوسة في الرقم ده، يعني هتقعد جنبه فترة مش قليلة عشان يوصل ل 100%. المساحة والميموري الاختيار الصعب، الموبايل متاح بثلاث نسخ، 128 مع 4 أو 6 رام، وال256 مع 8 رام، وتقدر تركب كارت ميموري. بس ركز في دي، هتركبه مكان الشريحة التانية، يعني يا معلم اختار يا المساحة يا الخطين، مفيش دلع. بس استنى، في حتة هنا سامسونج حطت فيها السم في العسل وخلت المنافسين يضربوا أخماس العسداس. الموبايل ده جاي بتحديث أسطوري بيوصل ل6 سنين، أيوة زي ما سمعت، 6 سنين تحديثات أندرويد وتحديثات أمان. يعني الموبايل اللي في إيدك ده هيفضل شباب ومعاه آخر المميزات لحد سنة 2032، ودي ميزة تخليك تغمض عينك عن عيوب كتير، لأنك بتشتري جهاز هيعيش معاك عمر، مش هيقدم بعد سنة ولا 2 ويتركن في الدرج. وبكده نكون حطينا النقط على الحروف في ملف السامسونج A17 5G. موبايل ألوانه وكاميرته الأساسية مفيش غبار عليهم، بس بيضحي بالسرعة وشكل الشاشة. تفتكروا ال 5G والمثبت البصري يشفعوا له ولا سامسونج خذلتنا؟ مستني رأيكم في الكومنتات. اخضط اللايك المتين واشترك لو لسه جديد. سلام يا وحوش.